السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد غياب بقالنا كتير كتير، بقالي حبة حلوين ما نزلتش فيديو على اليوتيوب. انا النهاردة جاية اكلمكم عن البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي. طبعا دي اغنية. البوسطجية اشتكوا. طيب هو انا في حياتي بوسطجية؟ كلنا عندنا بوسطجية. البوسطجية في حياتنا هم الناس اللي عاملين لنا مشاكل. دول اصلا مش اصحاب مشاكل، ومش ناس مرضية، ولا ناس بتضايقني، ولا ناس جايه تستفزني، ولا اي شيء. دول مراسيل من رب العالمين ليا، لدروس انا عايزه اتعلمها، هتعلمها منهم او من غيرهم. المهم انا ليا نقطه عايزه تتطور، فربنا بعت لي اشاره ليها، بعت لي مرسال بيها. طوري الحته دي، سواء العصبيه، سواء الخوف، سواء القلق، سواء الافكار المغلوطه، اي حاجه جوايا محتاجه تتطور. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن طريق البوسطجيه. البوسطجيه ده ممكن يكون ابن عامل لي شويه مشاكل، زوج، تعب معين في جسدي، تعب نفسي، حاجه في شغلي، زي ما احنا متعودين. فامتى بقى البوسطجيه يشتكوا من كتر مراسيلي؟ لما انا اسيب معادله ان في حاجه عايزه تتظبط فيتبعت لي بوسطجي. هي كده. بما ان في بوسطجي يبقى في حاجه تتظبط، دي المعادله. بما ان في بوسطجي يبقى في حاجه تتظبط على طول. فانا اسيب المعادله دي اللي انا متفقه بيها مع ربنا. هو قايل لي خدي بالك، انا لما ابعتلك بوسطجي بمشكله يبقى انت في حاجه جواك عايز تتظبط. احفظي كده واعرفي كده، عشان ده اللي هتعمليه. ما تقعديش تكلمي في البوسطجي وتخبطي فيه وترزعي فيه وانت بتعمل ايه وانت مزعلني ليه، لان هو اصلا جايب مرسال، هيأدي الرساله ويمشي. امتى يمشي؟ لما انا ابص للحاجه اللي عايزه تتظبط وافهم ان ده مرسال من ربنا، واقول ده السيم اللي بيني وبين ربنا، ده الاتفاق اللي بيني وبين ربنا، ده الاتفاق. هو قال لي هبعتلك مراسيل على شكل اشخاص ومواقف تقولك ان في حاجه عايزه تتظبط. امال انا بنسى ليه؟ لان عاده الناس خلاص بقت دلوقتي ان كيفية التعامل مع كذا، كيفية التعامل مع كذا، كيفية التعامل مع الطفل العنيد، كيفية التعامل مع الزوج اللي مش عارف ماله، كيفية التعامل مع كذا، كيفية الشفاء من مرض كذا. ما تروح لربنا يا عم واسأله، وهات من الآخر يا رب ايه الحاجة اللي عايزة تتظبط جوايا اهو بمنتهى البساطة، واللي بسببها بعتلي المرسال الفلاني، بدل ما اعمل العكس واقعد اخبط في البوسطجي او امشي في طرق مش هتوصلني. ولو مشيت فيها من غير ما اسال السؤال ده، يا رب انت ايه الحاجه اللي عايز تظبط، اللي عايزني اظبطها، لو مشيت في السعي لحل المشاكل دي من غير ما اسال السؤال ده، انا بتوه، والاجابات بتجيلي بتتوهني اكتر، لان انا اصلا ما ادركتش المعادله. البوسطجي جاي عشان يظبط حاجه. طب ايه هي الحاجه دي؟ اسال صاحب المرسال، صاحب الرساله اللي بعت لي المرسل اصلا، اساله يا رب هو انت بعت لي ده ليه؟ عايزني اطور ايه اللي مطلوب مني؟ واسأل السؤال وربنا يجاوبني الإجابة. هتلاقي الإجابة تجيلك. ده انا محتاجة اشتغل على نفسي في الحتة الفلانية، ده انا محتاجة اطور الفكرة الفلانية، ده انا محتاجة ابطل افكر بالطريقة الفلانية، ده انا محتاجة اتعلم الشيء الفلاني، ده انا دلوقتي المفروض اتحرك في الطريق الفلاني. بس خلصت. بدل ما البوسطجية يشتكوا من كتر مراسيلي، ما هو البوسطجي بقاله سنين عمال يخبط فيا وانا اخبط فيه، يخبط فيا وانا اخبط فيه. لا 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 لا، مش قصتنا. القصة قصة اللي باعت اصلا الله، هو اللي بيبعث الرسل اصلا. فيا اللي بعت المراسيل اتصل بيه، عايز مني ايه يا حبيبي؟ عايز تقول لي ايه يا حبيبي؟ ما احنا لغة التواصل اللي بيننا وبين الله عن طريق المراسيل بس. فبدل ما يبقى البوسطجية يشتكوا من كتر مراسيلي، يبقى البوسطجي يجي ويأدي الرسالة وانا افهمها واتعامل بقى مع ربنا، والبوسطجي باي باي، تتحل المشكلة بسهولة. مفيش اسهل من كده. ويبقى ايه؟ بقيت بتبع الرسل. ده معنى اضافي للرسل اللي هو محمد ويوسف وموسى والناس دي، بنتبعهم طبعا، بس هم ماتوا دلوقتي. الرسل بقى دلوقتي ما القرآن شغال حي ليوم القيامة. انا بقى بتبع الرسل لما تجيلي مواقف، دي مراسيل ورسل،
فانا هتبع الرسول. هتبعه يعني ايه؟ يعني افكر صح وافهم ان ده جاي لي برسالة، فاروح اسأل اللي بيبعت لي واقول له عايز مني ايه يا حبيبي، وابتدي اطور وادور واسعى واعمل، وخلاص خلصت من البوسطجي. خلاص يقفل بقى على كده، باي باي، تختفي الرسالة وتتحل المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.